وأول ما خرجت هو اتصدم من شكلها. لقى قصة شعرها اللي كان طويل جدا دلوقتي بقى قصير. قرب منها. ليه كده؟ ماما دايما زمان كانت بتقصلي طراطيف شعري وتقولي عشان يطول بسرعة، وكل ما يطول هتنسي أصلا إنك كنتي قصاه، عشان كده قصيت نصه عشان يطول بسرعة وأنسى كل حاجة. أنا آسف، أنا فعلا آسف، وأخد لك حقك، ما تخافيش. قوليلي، تحبي تنزلي تقعدي مع جودي؟ هي ليه اسمها جودي؟ نور مراتي كانت عايزاها حتة مني في كل حاجة، حبت تسميها جودي عشان هي بتحب الاسم ده. ما تكلمتش أكتر من كده وما بينتش أي رد فعل. نزل وهي وراه، لقى جودي مع صفا. يبقى يا دادا، عايزة أروح أتفرج على مامي وهي بتلعب في المية. تعالي يا حبيبة بابي. جريت هي ناحية باباها، شالها مامي ومدت دراعها عشان تشيلها، وفعلا عشق شالتها. أنا بحبك، حبيني. قالت لها أنا بحبك يا جودي. مامي بتحبني يا بابي. إيه ده؟ مين أخد شعرك؟ أنا قصيته. إيه رأيك كده حلو؟ لا، وهو طويل حلو كده وحش. جودي كده برضو حلو، ها؟ عشان مامي ما تزعلش. لا يا بابي، قلت لي ما كدبش، هو مش حلو بس مامي ما زعلتش. ايه رأيك كل يوم تسرحي لي وهو هيطول تاني؟ بجد بجد. فرحت الطفلة الصغيرة. وقف هو بص لفرحتها. فقبل الحادثة أكيد كانت ابتسامتها كده. بص لفرحة بنته ونظرتها ليها، وأقسم جواه بمعاقبة كل من ليه دخل في كده. عدى اليوم وهي بتتفاعل مع جودي أكتر وأكتر، بتتكلم شوية بسيطة مع رعد. وحان وقت النوم. نامت جودي وهي في حضنها، تعبت من كتر اللعب. هاتيها أطلعها. هزت راسها. طلع هو وهي طلعت وراه. قرب منها. من النهاردة هتنامي هنا جنب جودي وجنبي، والكوابيس لما تيجي أنا هتصرف. لازم نعدي من الأزمة دي. كأنها ما سمعتش أي حاجة. بصت له وقالت له أنت ليه اتجوزتني؟ اندهش من تحولها، لكن الدكتور كان قايل له إنها تصرفاتها هتدهشه الفترة الجاية لحد ما هتشفى وتبقى كويسة. عايزة الحقيقة وقتها ولا دلوقتي؟ الاتنين. طب تعالي ننزل نقعد تحت. مشيت وهو مشي وراها. قعدوا مع بعض. بصي، في الأول لما عرفتك كنت هتربق الدنيا، لكن أبوكي كان عنده حق، سمعتك كانت هتبوظ. ابتسمت بسخرية فرد وقال اللي حصل محدش يعرفه غير العيلتين وشوية صحاب، إنما المجتمع والميديا والوسط بتاعنا محدش يعرف حاجة. فمع إلغاء الفرح انتي المتضررة، ومع إصرارك إنك ما تتجوزهوش كنتي هتخلصي على نفسك. اتخيلت جودي مكانك، معرفش ليه، فكان قدامي حل وحيد، إن الفرح يتم بس العريس هو اللي يتغير، وبفكرة تخلي العريس يتخرس ويقتنعوا. فكان لازم أبقى أنا وأقول إن كان في غلط في الدعوات. كان في نيتي كام شهر تتعالجي وأعصابك تهدى وأطلقك وترجعي لحياتك. أيوة كنت، بس دلوقتي بنتي اتعلقت بيكي جدا ومش هستحمل تخسر تاني. كل ما بتكبر بتسأل على أمها، بس معاكي حبتك، وانتي كمان معاها بتنسي شوية. وإيه هيحصل؟ بصي يا عش، ربنا رتبها كده، معرفش إيه السبب، بس حاليا انتي مراتي. عارف إن في فرق سن كبير بينا، بس هعاملك كبنتي قبل مراتي، وأستنى لحد ما تتقبليني وتشد حيلك وترجعي عشق القديمة اللي جالي معلومات عنها، اللي ببهجتها كانت بتملى المكان. أنا مش هكدب عليكي وأقولك إنك حبيتك، بس في قبول. احسبها بالعقل وما تقوليش أبدا إنها شفقة. في مليون طريقة أقدر أساعدك بيها، لكن زي ما أنتي محتاجاني أنا كمان محتاجك، سواء في حياتي أو في حياة بنتي. بصيت له، فضلت بصة لعينه، كانت بتشوف الصدق فيهم. طب هتجيب حقي من أخوك إزاي؟ هتأكد من شوية حاجات، واللي انتي تقرريه هنفذه. هي مامة جودي ماتت إزاي؟ أنا أحكي لك. أنا نور كانت السكرتيرة بتاعتي، كان بينا تفاهم وإعجاب كبير. اتجوزنا، فضلنا 10 سنين من غير ما نخلف. عملنا كل حاجة من غير تحاليل وفحوصات، وسافرنا لأكتر من دكتور. كله كان كلامه واحد، مفيش أي عيب لا مني ولا منها. فضلنا عايشين لحد ما فجأة واحنا بنتعشى بره أغمى عليها. جرينا على المستشفى، اكتشفنا إنها حامل في 2 شهر. فرحنا قوي،
قضينا 9 شهور في سعادة وتخطيط لحياة جودي، أمنا ليها كل حاجة تقدر تخليها تعيش لي 100 سنة قدام، وإحنا مش خايفين عليها. جه يوم الولادة كل حاجة كانت ماشية طبيعي، بس خرجت جودي وما خرجتش نور. بس أنا أسفة إني فكرتك. عشق، اسمك نفس حروف اسمي، عشق ورعد. بصي، إحنا هنمشي على علاجك كله، هنقرب شوية شوية. مش عايزك تخافي أو تعملي حاجة انتي مش عايزاها أبدا. عمري ما أغصبك على حاجة، إحنا لينا عند بعض دلوقتي الاحترام، وبعدين نشوف الحكاية مشاعرنا لما الدنيا تهدى. وأنا مش هطالبك بأي حاجة. مش هتقرب مني وأنا مش عايزة. عمري ما هقبلها على نفسي قبلك. أنا قلتلك هعاملك كبنتي قبل مراتي. أنا هراعي حالتك، بس أنا بشر برضو، مهما كانت درجة تحملي فلا تجاوزت سامحيني. أي نعم مش هيبقى فيه تجاوز كبير، بس في احتمال يبقى فيه قرب، وأعتقد إنك مش بتخافي مني وبتحسي في أمان معايا. أيوة بحس بأمان هنا، بس ما تجيبهمش هنا تاني، أو خرجني من هنا لما تجيبهم. حاضر، مش هحطك في الموقف ده تاني. بص لعينها وقال لها عينيكي ميتة قوي، رجع لهم الحياة. ساعدني، قالتها بنبرة كلها انكسار، نبرة محتاجة فعلا للمساعدة. أنا هساعدك، أنا جنبك. حاولت تهدى شوية، بصلها لقاها نامت. شالها وطلع الأوضة، نايمها على السرير، بس ملقاش جودي. راح علشان يشوفها في أوضتها، لقاها نايمة جنب صفا. صحيت وجاتلي تنام في حضني. بصلها وسكت ومشي. خرج من الأوضة واتصل بحد. ألو. أيوة يا باشا. وصلتوا لإيه؟ قال له الطرف التاني حاجة، بكرة يبقوا عندي هنا في القصر، تتصرفوا وتجيبوهم لي. أوامرك يا باشا. وقت ما يوصلوا عايز آسر وإسمت هانم معاهم عندي في القصر، وجودي تختفي تماما من القصر، تاخدهم هي والحرس وصفا لبيت الجبل. تمام يا باشا. طلع لقاها نايمة بعمق، غير هدومه ونام جنبها، قربها من حضنه وحضنها. هي نامت في حضنه. هو كان نايم بيفكر يا ترى ايه اللي هيحصل بكرة. كل الموازين هتتقلب. هو كان بيدعي إن هي بس تتحمل كل اللي هيحصل بكرة. صحي الصبح على صوت بنته وهي عمالة بتلاقي بوشه. بابي اصحى بقى. فتح عينه وقال نام شوية ونقوم. لا يلا نصحى وصحي مامي عشان تلعب زي امبارح. طب يلا انزلي قولي لدادا صفاء تحضر الفطار. اوكي. أول ما خرجت بص جنبه عشان يشوفها نايمة بعمق. قرب منها، كان بيحرك ايده على ملامحها. هو نسي نفسه. هي فتحت عينها. في البداية كانت خايفة، بس أول ما شافته هديت وهدت نفسها. رفع عينه عشان يبص لعينها، لقى فيهم الهدوء. عينك حلوة. هبست بصوت واطي. وانت كمان. رفع ايدها وقال المسيني. بصت له. هو غمض عينه وهو كان بيستمتع بلمسة ايدها على وشه. هي ما كانتش عارفة ليه بتحس بالأمان معاه وليه توعيته أصلا. فتح عينه، بص لعينها وقال لها حسيتي بإيه؟ ما اتكلمتش، بصت له بس. أما هو ابتسم علشان هي ما كانتش خايفة. قرب أكتر وقال لها بهمس حاسة بقرف. هزت راسها بمعنى لأ، هي مش عارفة ليه أصلا بترد عليه. قرب أكتر، بس ساعتها هي قالت له ابعد. بصت لعينه، للأمان اللي كانت في عيونه، بس هو قرب منها أكتر وقال لها غمضي عينيكي وحسي بيا. قفلت عينها وهو قرب منها، بس قرب منها بالراحة، زي اللي كان خايف على الإزاز إنه يتكسر. هي كانت خايفة، كانت بتتحرك بهستيريا. هو قال لها اهدي خالص. ها اللي حصل؟ ما تلمستيش تاني وانت بتقرب مني. مش فاهم. قرب بس ما تلمسنيش. ما تلمس مكان لمسه. بحس ان هو اللي بيلمسني. هو لمسني بالطريقة دي. خلاص اهدي، مش هلمسك تاني. طيب ايه رأيك تبقي تلمسيني انتي؟ قرب منها مرة تانية. خلاص مش عايزة. لقاها بتترعش، محدش يقرب اكتر من كده. خلاص يلا قومي خدي شاور وننزل عشان نفطر. بصلها بابتسامة وسابها ومشي. هي ما تعرفش شعورها ايه، هي بس حاسة بالأمان معاه. بتتكلم معاه بتلقائية من غير أي قيود. لبست هدومها وما لبستش حجابها ونزلت لتحت. لقيت جودي بتقول كده غلط،
مامي اتأخرت. يا جودي مامي نازلة حالا. لا لا يا بوبي، انت بتقولي نوتي لما اتأخر على الأكل. يعني عايزة ايه دلوقتي يا جودي؟ تقول نوتي المامي زيي. نوتي؟ حاضر هقول لها. مامي قالتها أول ما شافتها. ضحك على بنته اللي كانت من شوية بتقدمها على تأخيرها، لكن أول ما شافتها جريت عليها. أنا أسفة على التأخير. سامحها يا بابي خلاص. انت يا بنتي مش قلتيلي أزعق لها؟ أيوة بس خلاص ما تقولهاش أحسن تزعل. ماشي يلا بقى نفطر. قرب منها وقال لها سمعتيها؟ بريئة قوي زيك. أنا كنت بريئة. خدها وقعدوا على الفطار، وبعد ما فطروا دخل مكتبه، وهي وجودي فضلوا قاعدين مع بعض. دخل عليه الحرس. باشا الناس وصلوا، خليهم بره لما أقول لك دخلهم. تمام يا باشا. طلع لفوق لقاها قاعدة مع بنته. مامي هو انت هتمشي؟ أمشي فين؟ تسيبيني؟ لا أنا هفضل هنا. هو ممكن تحبيني حتى لو في وقت ما لعبتش معاكي؟ حضنتها جودي. أنا بحبك قوي. دخل عليهم. جودي يلا حبيبة بوبي، هتروحي مع دادا صفا لبيت الجبل. هخلص شغلي واجي أنا ومامي ونلعب بالتلج. ماشي هنلعب بكل حاجة. خرجت بسرعة وهي بتنادي على دادا صفا. قرب منها لقاها بتبصله وكأن في سؤال في عينها. اسألي. ليه جودي هتبعدها؟ احنا هنخلص كام حاجة وهنبات الليلة دي هناك. هنخلص؟ أنا هعمل ايه؟ مسك ايدها وقال لها بهدوء بصي، انت النهاردة هتاخدي حقك. في تفاصيل انت ما تعرفيهاش هتعرفيها، بس عايزك تستحملي لحد ما كل حاجة تخلص. ايه اللي هيحصل؟ بصي عشان تبقي كويسة وترجعي زي الأول انت لازم تواجهي. لا لا لا, لا أنا مش عايزة أواجه. لا لو بتثقي فيا لازم تبقي عارفة ان دي أفضل حاجة هتسرع من شفاكي. لازم تواجهي وتعرفي الحقيقة مهما كانت متعبة أو مؤلمة. لازم تتخطي كل ده. بس مفيش بس. يلا دلوقتي هتقومي تغيري وتلبسي هدومك وحجابك وهتنزلي معايا، وخلي ايدك في ايدي. ما تخافيش، مفيش حد هيقدر يقرب لك طول ما انا جنبك. بصيت له وهزت راسها وهي متوترة. لبست هدومها ونزلت. طبعا ده كله بناء على أوامره. نزلوا تحت وخلفهم الحرس. دخل آسر ومامته و3 من أصحابه، أصحاب آسر، وهم مضروبين. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.